تبدأ قصة فيلمنا النهاردة في فترة السبعينات وبنشوف شخص اسمه إيجور، والشخص ده كان عنده كلب وخده معاه المطار وهو مسافر، لكن قبل ما يطلع الطيارة وقفته المضيفة وقالت ليه إنه مش هينفع يطلع الكلب معاه لأنه ما عندوش تأمين صحي. وبسرعة إيجور بيروح لدكتور بيطري في المطار وبدأ يشوف الكلب ويكشف عليه، وأول لما خلص اتضح إن الكلب عنده بعض الأمراض والالتهابات وإن مش هينفع إنه يسافر معاه على الطيارة. وهنا راح إيجور للمضيفة وفضل يتحايل عليها عشان تطلع الكلب معاه، وبعد إلحاح شديد منه وافقت على طلبه. لكن بتيجي على طول مديرة المطار وكانت متعصبة ورفضت إن الكلب يطلع معاه بدون شهاده طبيه تثبت ان صحته كويسه وخالي من جميع الامراض. وهنا ايجور طلع من جيبه كره صغيره ورماها بعيد عشان الكلب يجري وراه ويجيبها، وبسرعه طلع الطياره قبل ما الكلب يشوفه. واول لما شافوا الكلب جري وراه والطياره كانت بتتحرك وفضل يجري وراه لغايه لما الطياره طارت، وكان الكلب مصدوم من اللي حصل وفضل مركز مع الطياره وهي في السماء. وبيجي في اللحظه دي المسؤولين اللي في المطار عشان يخرجوا الكلب من المكان ده، لكن هنا الكلب جري منهم وراح ناحيه مكان قديم في المطار، وكان وقتها موجود شخص في المكان ده وهو كان مسؤول عن تصليح الطيارات القديمه. وهنا قدم للكلب اكل وفضل يهتم بيه، لكن فجأة الكلب بيشوف طيارة بتنزل في المطار وبسرعة بيسيب الأكل وجري ناحيتها، وكان معتقد إن إيجور رجع ليه مرة تاني. وفضل الكلب واقف قصاد الطيارة وكان مستني إن إيجور ينزل منها، وكان كل الركاب عندهم استغراب من وجود كلب في المطار. لكن هنا بيجي أمن المطار وبياخدوا الكلب معاهم وخلوه جوه أتوبيس وحبسوه جواه. في الوقت ده كانت الطيارة فاتت وما كانش فاضل فيها إلا طفل صغير، وبنعرف إن ده ابن كابتن الطيارة واسمه كويلا، وبيروح لأبوه وبياخده معاه عشان ينزلوا من الطيارة. وأول لما نزلوا لقوا زحمة كتير قصاد الطيارة، وكان أمن المطار منع المسافرين اللي وصلوا إنهم يركبوا أتوبيس المطار، بس كويلا كان عنده فضول وكان عايز يدخل جوه الباص ويعرف ايه المشكله. وفعلا دخل جوه وشاف الكلب موجود وكان متفاجئ بيه وقرر انه يقدم ليه المساعده وفتح ليه الباب ونزل على طول من الباص. بعد كده بتعرف مديره المطار باللي حصل فعنفت واتعصبت على ابو كويلا وقالت ليه ان التصرف اللي عمله ابنه غير مقبول. وهنا وضح ليها الكابتن ان ابنه عنده مشكله نفسيه بسبب انفصاله عن امه، فتعاطفت مع المديره وسامحته وطلبت منه يركز في شغله. واول لما راحوا للبيت استغل كويلا ان ابوه نايم وراح للمطار عشان يقطع تذكره ويسافر للمكان اللي موجوده فيه امه. لكن هنا موظفه رفضت انها تديله تذكره لانها كانت شايفه ان عمره صغير، وطلبت بسرعه موظفه واحد من الامن انه يراقب كويلا. وكان ساعتها كويلا ماشي ورا عيله في المطار ما يعرفهمش ومسك الطفله من العيله دي، وهنا اتاكد فرد الامن ان كويلا من العيله. واول لما وصل كويلا لسلم الطياره وقفته مضيفه الطيران وسالت العيله اذا كان تبعهم ولا لا، وهنا العيله بتقول للمضيفه انه مش تبعهم، ورفضت على طول المضيفه انها تطلعه الطياره. واول لما مشيت بيروح كويلا يستخبى فوق جناحات الطياره، لكن الكلب بيشوفه ونبح عليه لغايه لما نزل وراح مع الكلب. ومن ناحيه تانيه بنشوف كابتن الطياره ولاحظ ان ابنه مش موجود، وبسرعه بيتصل وبيقدم بلاغ للشرطه عن اختفاء ابنه. واول لما وصلت الشرطه خدوا مواصفات الطفل عشان يبداوا يدوروا عليه، لكن في الوقت ده بيرن التليفون عليه وكان اللي بيكلمه الشخص اللي بيصلح الطيارات قرب المطار، وبلغوا ان ابنه موجود عنده. وبسرعه بيروح الكابتن ليه وبيشوف ابنه نايم وكان في حضنه كلب، وساله وهو غضبان ليه ساب البيت، فرد عليه كويلا ان بيته في المكان اللي موجوده فيه امه. وهنا بيتعصب عليه ابوه وكان هيضربه، لكن بسرعه الكلب بيتدخل وهجم على كابتن عشان ما يتعرضش لابنه. بعد كده الشخص اللي بيصلح الطيارات نبه الكابتن انه ما عندوش وقت لان خلاص رحلته هتطلع دلوقتي، فطلب منه يخلي ابنه عنده لغايه لما هو يرجع، فوافق الكابتن على طول على طلبه. وكان في الوقت ده ابتدت علاقه كويلا مع الكلب تتحسن، واختار كمان اسم الكلب وسماه بالما. وكان كويلا ساعتها عارف بقصه الكلب فخد الكلب معاه ووقف على مدرج الطيارات وكان بيستنى كل الطيارات اللي بتوصل لانه كان عنده امل ان صاحبه ينزل من اي طياره من دول، بس كان كل ده بدون اي فايده. لكن في اللحظه اللي المسافرين نازلين من الطياره وطالعين الباص بيشم بالما ريحه صاحبه وفضل يجري بسرعه ورا الباص. وهنا بيشوفوا امن المطار وقطعوا عليه الطريق ولحقوه، بس بالما قدر يهرب منهم وقدر كمان انه يدخل جوه المطار. وكان الامن ساعتها بيجري وراه، واول لما شافهم الكلب دخل جوه الجهاز اللي بيفتش الشنط وقدر يوصل للشخص اللي اعتقد انه صاحبه، لكن في الاخر ما طلعش هو. وكان الكلب في اللحظه دي محبط جدا وحزين. وهنا امن المطار بيحاصر بالما من كل اتجاه، لكن بسرعه بيوصل كويلا ووقف قدامهم وقدر كمان انه يهرب بالما منهم، وفضل يجري بالما في وسط المسافرين اللي في المطار. وفي الاخر نجح كويلا انه يلاقي بالما مره تاني، وراح على طول لموظفه في المطار وحكى ليها على قصه كلب وطلب منها انه عايز يوصل لصاحب بالما. لكن هنا اتفاجئ من رد الموظفه وهي بتقول لي انه مش مسموح انها تديله بيانات المسافرين، وان مش من حقه انه يعرف اي بيانات للناس اللي بتسافر. بس الموظفه في الاخر صعب عليها وادت له بيانات صاحب الكلب، لكن بشرط ان الكلب يخرج بره المطار، وقالت لي كمان على مكان ممكن يروح ليه. في الوقت ده بيوصل ابو كويلا من رحلته ووصل للمطار، وقالوا لي ان مديره المطار عايزاه بسرعه. واول لما راح لها شاف الضابط المختص بامن المطار والمديره وبيقولوا لي ان ابنه سبب مشاكل كتير في المطار وعمل ازعاج للمسافرين وكمان الموظفين. وهنا الكابتن بيدافع عن ابنه، لكن مديره المطار هددته يا اما يوقف ابنه لغايه كده ويمنعه انه يشوف الكلب او تطرده من الشغل. وبسرعه بيروح الكابتن لابنه وكان معاه عربيه فيها معدات لصيد الكلاب ونزل منها مجموعه من الامن وفضلوا يحوطوا على الكلب. واول لما شافهم كويلا فضل يزعق فيهم وحاول انه يمنعهم، بس هنا بيمسك ابوه والامن كمان قدر يمسك الكلب ودخلوه جوه قفص كان معاهم. واول لما رجعوا للبيت كان كويلا متضايق جدا من تصرف ابوه وقال لي انه مش هيقدر بعد كده يفضل معاه وان هو عايز يروح لامه، وهدده لو ما ودهوش لامه هيروح لملجأ الايتام. وهنا ابوه قال لي انه الصبح هيوديه الملجأ، بس ساعتها الدنيا كانت بتمطر وكويلا ما اهتمش لكلام ابوه وخرج من البيت ومشي تحت
المطرة بس ابوه لحقه بالعربيه وفضل يقنع فيه انه يركب معاه، لكن كويلا كان مصر انه يروح الملجأ. وهنا ابوه قال لي انه لو ركب معاه العربيه هيجيب لي الكلب بتاعه، فاقتنع كويلا بكلامه وركب معاه على طول، وكان باين عليه انه فرحان جدا. في اللحظه دي بالما قدر يهرب من العربيه اللي كان محبوس فيها وراح ناحيه قفص كان فيه برضه مجموعه كلاب محبوسه، وقدر ان هو يحررهم كلهم عشان يهربوا. وهنا بسرعه الحراس بيخرجوا عشان يلحقوهم، لكن في الاخر ما قدروش ان هم يمسكوهم. وفي الوقت ده بيوصل كويلا وابوه للمكان اللي موجود فيه بالما وباقي مجموعه الكلاب، فقالوا ليهم ان كل الكلاب هربت وما يعرفوش فين مكانهم. وهنا كويلا قال ليهم ان هو عارف المكان اللي راح ليه بالما. وبسرعه بيتحرك كويلا والكابتن للمطار وفضلوا يدوروا على بالما ومجموعه الكلاب في كل مكان، لكن برضه ما كانوش موجودين. في اللحظه دي بيشوف كويلا طياره هتنزل المطار وراح بسرعه ناحيتها ولقى الكلب واقف مستني الركاب اللي نازلين منها على امل انه يشوف صاحبه نازل معاهم، لكن كان كل ده بدون فايده وكان باين على بالما انه حزين جدا. وهنا بيجي صحفي وبيصور بالما وبينزل قصته في الصحف على امل انه يشوف صاحبه قصته ويقدر يلاقيه. بعد كده بنشوف مديره المطار اللي ما كانتش موافقه على تصرفات الكابتن وبتقول لي انها اتعاطفت معاه في مواقف كتير، لكن المره دي مش هتقدر تسامحه، وهنا طردته من الشغل وقالت ليه يشوف مكان تاني يشتغل فيه. لكن في اللحظه دي بيرن التليفون وبيقولوا لمديره المطار ان في مسؤول كبير في الدوله موجود في المطار ومعاه كمان فريق تصوير، وكان الهدف من وجودهم يعملوا لقاء بخصوص الكلب بالما. فراحت بسرعه مسؤوله المطار مع الكابتن وبدا المسؤول يتكلم عن الكلب ووفائه لصاحبه، وقال لهم انهم لازم يحافظوا على بالما ويعتنوا بيه تقديرا لوفائه لصاحبه. وهنا وجه رساله لصاحب الكلب عن طريق الصحفيين الموجودين في المطار وطلب منه يرجع لبالما بسرعه لانه بيحبه ومستنيه على طول في المطار. بعد كده شكر المسؤول الكابتن وابنه كويلا وطلب من مسؤوله المطار انها تكرم الكابتن وتكافئه. وبنشوف بعد كده ان قصه بالما اتشهرت جدا والناس كلها اتعاطفت معاه، وكان كل المسافرين اللي بيوصلوا للمطار بيتصوروا مع بالما. وهنا بالما بيعمل شهره كبيره للمطار وبتزيد معاه الايرادات. بس مع كل اللي حصل ده كان بالما بيستنى كل طياره بتوصل للمطار، وكمان تعاطف الناس معاه ما غيرش اي حاجه من الحقيقه. ومع مرور الايام بالما بيتعب وبييأس جدا، واول لما الدكتور كشف عليه ما قدرش يحدد ايه المرض اللي هو بيعاني منه. وكان بالما في الوقت ده بيجي ليه تخيلات ان صاحبه جاي في الاتجاه بتاعه، واول لما يروح في الاتجاه ما يلاقيش حد. وهنا بدأ بالما يحس باهتمام كويلا بيه واعتبره انه صديقه، وقرر ان هو يروح معاهم في البيت وبدأ يتأقلم على حياته الجديده. وفي يوم من الايام بيجي تليفون للكابتن وبيقولوا ليه ان صاحب الكلب هيوصل بالطياره وعايز ياخد الكلب معاه. وهنا الكابتن اتضايق لان ابنه كان اتعود على بالما، وبيروحوا كلهم للمطار واستنوا الطياره والركاب اللي نازلين منها، وكان ايجور صاحب الكلب نازل مع الركاب. وهنا بدأ بالما يتحرك ناحيته بس كان متردد. وفي الاخر كويلا بيرجع لبيته وهو كان زعلان ومتضايق جدا، بس الكابتن راح لايجور وطلب منه انه يشتري الكلب بتاعه، لكن ايجور رفض طلبه. وفي اليوم التاني كان ايجور معاه الكلب وطالعين الطياره عشان يسافروا، واول لما طلعوا سلم الطياره كانت المفاجاه ان الكلب رفض يطلع مع ايجور وكان عايز يرجع لكويلا. بس هنا ايجور اجبر الكلب انه يطلع معاه، وبنشوف كويلا بينفعل عليهم وبيقول لهم ان بالما مش عايز يروح معاه. وكان الكابتن وقتها هو قائد الرحله وشايف ابنه وهو منهار، فقرر انه يطفي محركات الطياره. وهنا مديره المطار سالته عن السبب اللي خلاه يطفي المحركات، فقال ليها انه لغى الرحله ومش هيقدر يتحرك. فقالت للمضيفه اللي موجوده انها تشوف كابتن تاني في اسرع وقت ممكن، وراحت على الكابتن وقالت له ان رخصه الطيران بتاعته هتتسحب منه وان هو يشوف مكان تاني يشتغل فيه. وفي اللحظه دي المضيفه بتطلب من ايجور تامين صحي للكلب، وبما ان الكلب ما عندوش تامين صحي طلبت منه انه لازم ينزل من الطياره. واول لما جت المديره قالت لايجور ان دي هي القوانين ولازم يكون في شهاده صحيه للكلب. وهنا ايجور بيفك الحبل من راس بالما وبسرعه بالما بينزل من الطياره وراح يجري ورا كويلا. وهنا كويلا ما كانش مصدق نفسه وحضن الكلب، وبكده بالما بيختار كويلا صديق ليه بدل ايجور اللي اتخلى عنه وسابه للمره الثانيه. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.